السلام عليكم. دكتور قدير حسناء، اخصائيه في امراض الشرايين والاورده وعلاج الدوالي. اليوم بغيت نطمئن واحد الناس، واحد الفئه كبيره من الناس اللي كيعانيو من مرض الدوالي، اللي قالوا لهم راه خصكم ديروا جراحه وخداو القرار انهم ما يعالجوش بالمره. علاش؟ خوفا من الجراحه، اللي شي حاجه اللي كنتفهموا. انا اليوم اللي بغيت نقول لكم ونوعيكم عليه هو انه الجراحه تقدمات الحمد لله، والجراحه باللازر ماشي هي الجراحه بطريقه تقليديه او لو ستريبينغ. لو ستريبينغ سي كوا؟ سي كو قبل كنا كنديروا واحد الفتحه في جدرة الفخذ او ورا الركبه تاعنا، وكندخلوا واحد لو ماتيريال وكنجروا هذيك لافين، هذاك الوريد اللي مريض. داكو تري بيان، ولكن حنا ما كنشوفوش فين مشينا بالضبط او فين جدينا. دابا الامور تطورت الحمد لله، ولا يمكن نديروا هذه الجراحه تحت المراقبه بالصدى، يعني كنشوفوا بليكوغرافي حنا فين كاينين، وبلا ما نديروا ان سكريبر، بلا ما اونتيغ هذيك لافين، مي باغ لازر. الوغ شنو هو اللازر؟ هو واحد لا فيبر كندخلوها داكور لي غرادوي باغ دي سنتيمتر، وكنوصلوا بها حتى لجدرة الفخذ، وكنبداو نكويو في هذاك العرق تك 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 حتى كنساليو. الوغ لافونتاج اللي عندنا مع اللازر بارابور الجراحه الكلاسيكيه او لو ستريبينغ هو انه البنج تيكون موضعي، دونك ما كنحتاجش ندير واحد الشلل نصفي او الشوكه الظهر للمريض ديالي. هذه هي الاولى. ثاني حاجه، المريض ديالي كيقدر يغادر المصحه سور بلاص جوست ابري لوبيراسيون، ما كيحتاجش يبات او يشد الفراش. بالعكس، حنا تنقول لهم عافاكم خرجوا تمشاو، ما كاين حتى شي مشكل، عيشوا حياتكم عادي. حاجه اخرى سيكو ما تيكونش اصلا الالم او دي زيماتوم كبار او شي حاجه، يعني المريض تياخذ من غير مميعات دمويه، ما كياخذ حتى شي دواء اخر، ميم دو باراسيتامول بوغ لا دولور ما كنعطيوش ليهم، لانه ما تيكونش الم بالمره، ما تيكونش غراز، ما تيكونش الخياطه. دونك المريض كيمكن له يمارس حياته العاديه كما مولف سون بروبليم.